انذار، الكرت الأول في الماتش ضد منتخب أوغندا ولاعبهم كايوندو. تونس وأوغندا 5 مرات في ألبوم الذكريات وفي أوراق وورقات الماضي. 5 على 5 عام 62 في الكان 3-1 أو 3-0 تونس. 78 في أفريقيا 3-1 تونس. عام 99 تصفيات أفريقيا 6-0 في المنزه و2-0 في كامبالا لتونس. آخر مواجهة هاد تو هاد تونس وأوغندا كانت 2017 مباراة ودية 2-0 أيضا لتونس. نتكلم عن 5 مواجهات، 5 مثلها انتصارات، 16 هدف تونسي وهدف وحيد لأوغندا سجل في 78. لاباس حازم المستوري، لاعب اللي يعطي مثل في الكاريزما، في الكاركتير، في قوة العمل والإيمان بنفسه. لاعب من 4-5 سنين كان يلعب في درجة 3 4 في البطولة التونسية، عبارة على أساس دوري هواة. في 5 سنين اتحاد الرياضي المنستيري أحد أفضل الفرق الوطنية، ثم إلى المنتخب الوطني وحلم المونديال، ومن ثم إلى الاحتراف في روسيا. وهدف تاريخي في مرمى السيليساو ماجبري. المنتخب التونسي زي ما يدخلش في اللعب نتاع اوغندا اللي يعتمد على اللياقه البدنيه فنيا والكره على الارض، والمنتخب التونسي بدع حط عليك خميس عليك عرضيه للثاني ونهى الامور. ترجع كره المنتخب التونسي، فما امكانيه فرجاني، اذا يجي الثاني الان المنتخب التونسي سينتصر بسكور. واكبر نتائج النصور في تاريخ افريقيا توقفت في الرباعيه 4-0 على اثيوبيا في زويتن 65 وعلى موريتانيا في دورة 2022 في الكاميرون. سيطرة تونسية، هدف مبكر. الفرق الكبرى والفرق المرشحة في المنافسة عنونت بالانتصار مباريات الافتتاحية، ونتكلم على المغرب، أتكلم على مصر، نيجيريا، السنغال، فهود الكونغو لليوبار، كلهم بدأوا بربح. إن شاء الله المنتخب التونسي يكون في نفس المسار. يان فاليري يسير كرة في وسط الدفاع عن طريق ديلان برون. فاليري بذكاء يحصل تماس. تونس تتقدم برصيد الصغيري. والبوت يبحث على حلول، وسامي يبحث على دعم. أنا نحكي على دعم النتيجة، ولكن استثمر واستغل الفرصة من أن يكون هناك دعم إعلامي ودعم شعبي وجماهيري. سامي طرابلسي قائد سابق في المنتخب، لعب كأس العالم، شارك في كؤوس افريقيا، عنده التجربة، عنده الخبرة كمدرب، نجح مع النسور في الشان. هذه ثالث افريقيا في سجلاته، وعلى فكرة 23 فوز كمدرب للمنتخب الأول التونسي. هو صاحب الرقم الأعلى من التوانسة في الانتصارات. عندنا 23 فوز سامي، 21 انتصار منذ الكباير، ثم القامات يوسف الزواوي وعامر حيزم والشتالي. ترجع كرة تونسية، فاليري يعني حتى بلغة الأرقام سامي يقول لك أنا موجود. 10 انتصارات من 15 مباراة منذ استلامه للمقاليد الفنية للنصور في مارس اللي فات. فريق هذا يقدر يقدم مليح، لابد من دعمه وتشجيعه، وخاصة لابد من التخلي على جلباب النوادي، لا جلباب إلا جلباب النصور والمنتخب. ترجع الكرة للفريق التونسي. طالبي منتصر، نتحكم في النسق، الإيقاع والرتم. حذاري من الكرة الأوغندية، القوة البدنية، انطلق رقم 5، تمشي كرة السيبيك، يحط الكرة ل 11 موكوالا، خطيرة هذه، عرضية صعبة والدفاع يتعملق، الدفاع يتعملق. نقطة قوة المنتخب التونسي، 10 كلين شيت في طريق الوصول إلى المونديال الأمريكي بأبعاد 3، مكسيك، كندا، الولايات المتحدة.
توراتش اوبيتا لاعب ايبرنيان في سكوتش ليج. انتباه لهذا الفريق ردوبانا منتخب اوغندا في اول هجماته 2-3 الاولانيين تحسوا انه هجوميا ممكن يوجع المنتخب. لذلك المنتخب التونسي مطالب انه ينهي المباراة بالهدف الثاني. عنده القدرات الهجومية، عنده الامكانيات لهذا السيناريو. خطأ واضح ضد ديلان برون، استعمل يده ومرفقه. فاول ضد برون. امطار غزيرة جدا على ملعب الرباط الاولمبي، ملعب كورة وملعب مضمار العاب قواه. ترجع الكرة وتبقى للفريق الاوغندي. توراش في الوسط التحضير. كرة للاوغندي عن طريق رقم 4 سيماكولا. كان يلعب في النادي الافريقي، اول فريق تونسي حقق كاس افريقيا الانديه البطله على فريق اوغندي ناكيفو بوفيلا. يوم المطره، الفيستيفال سو لا بلوي، المهرجان تحت المطر في 23 نوفمبر 91 في المنزه 6-2. تشجيعات متواصله. هذا الحضور التونسي الجماهيري في المغرب يذكرني بالحضور في استاد الماكس في الاسكندريه 2006. الكرة خطيرة لمنتخب اوغندا، يحط بدنه منتصر ويغطي بالتماس. حذاري من ان تمنح الفرصة لاوغندا ان تضغط. عندهم الامكانية الوصول لتهديد مرمى دحمان. الكرة من الرواق الاوغندي، خرجت كرة منتخب التونسي امكانية كونتر اتاك من حنبال. ممتاز المجبري والتماس للنصور. المنتخب التونسي مصنف الرابع عربيا الان في رانكينج الفيفا اللي خرج من ايامات 41 على الترتيب العالمي. افضل ترتيب فيفا في تاريخ تونس كان المرتبه 14. يمشي كورة علي العابدي، ترجع بالراس، التماس يوصل الميدان للمنتخب التونسي المتقدم على اوغندا 1-0. الاختبار الودي ضد بوتسوانا متماشي مع طبيعة منتخب اوغندا. بوتسوانا مثل اوغندا، مثل تنزانيا، قوة بدنية، محاولة السرعة، الالتحامات البدنية. ولو انه تنزانيا حسب ما نشوف بفضل السيمبا واليانج افريكانز فنيا اعلى من بوتسوانا ومن فريق اوغندا. كرة اوغندية طويلة من الحارس، تلعب الكرة طويلة من ماغولا، مش يبدل على اليسار لكن التغطية العاشوري. ترجع الكرة لمنتخب اوغندا. شوف التحضير، الدفاع يتصدى والخطأ موجود. الفاول تونسي. انتصف توقيت الشوط الاول هنا في الاولمبي في الرباط 1-0 للمنتخب التونسي برصية الياس الصخيري. المنتخب الاوغندي 23 مباراة في تاريخه في الكان، 4 انتصارات فقط. المنتخب التونسي عنده رقم كارثي في اخر 16 مباراة في البطولة الافريقية، 3 فوز فقط على مدغشقر وموريتانيا وهدف النمس في مرمى نيجيريا. فريق التونسي مطالب بتدارك المشاركة المخيبة الامال الاخيرة في الكوت ديفوار وخروج من الدور الاول. ترجع كرة المنتخب التونسي، علي العابدي ياخذ كورته الياس الصخيري. الياس الحمد لله جاء الهدف المبكر للمنتخب التونسي اللي يتقدم يان فاليري، ملعوبة وارتباك اوغندي ولكن يصدون الكرة. التغطية التونسية، رد بالك طالبي، منتصر دحمان، كرة ممتازة تلعب عن طريق استقبال من العابدي. يمشي التحضير لحنبال افضل لاعب تونسي في ال20 دقيقة الاولى من الماتش. منتصر الطالبي يلعب كرة طويلة صعيبة بعيدة ضايعة على الياس سعد. كرة بعيدة على الياس. منتخب التونسي في الرواق الايسر من سوء الحظ. القوة الكل في الأجنحة جات في اليسار، عنده 3 ملعبية بنفس الإمكانيات بنفس المهارات. عاشوري كوبنهاجن
لاعب اوكسبورغ اللي الساعد ولاعب سيلتيك غلاسكو تونكتي. في اليمين في مشكل المنتخب التونسي، العيوني ما تأقلمش، ما نجحش، ما اضافش، وعندك كان نعيم سليتي كحل اول. اليوم يبدا بالعاشوري والكره تمشي للمنتخب الاوغندي. محاوله تحضير سيماكولا. 24 دقيقه لعب في الشوط الاول. تونس تتقدم ولكن بعد الهدف الاستحواذ اوغندي ما يتعداش. ترجع الكره لياس، وصلت الماستوري. محاوله هدوء معلم الياس الصخيري. الصخيري ممتاز، الصخيري بالاثنين، تمشي الكره على اليمين وضاعت. المنتخب التونسي كل ما يضغط على الخصم الاوغندي الامكانيات تبدو واضحه للتسجيل. هذا ماتش يلزم تسجل الثاني، افضل سيناريو في الشوط الاول تكمل 2-0. ممتاز الطالبي الى التماس، رمي من الجانب لاوغندا. كرة للمنتخب الاوغندي، تتغير كرة عن طريق رقم 7 الى ماتو سيماكولا الى رقم 2 توراش. يرجع بالكرة سيماكولا. توراش لمنتخب اوغندا. 25 دقيقة لعب في الشوط الأول. 1-0 تونس، ما زال التقدم من البدايات. في دقيقة 10 بالراس من كورنر بتنفيذ المجبري وبتنفيذ من صخير الياس. كرة المنتخب الأوغندي. توراش يرجع بالكرة. أوبيتا رقم 8 اوتشو. اوتشو اللي يلعب في تنزانيا وهو قائد الفريق خالد اوتشو. ترجع الكرة اوغندية. توراش يقلب اللعب، يهز كرة اليسار. عاشوري موجود، تعيد على الفرجاني قائد المنتخب التونسي. كرة للفريق الاوغندي. محاولة التمهيد والتحضير عن طريق سيماكولا، يلعب في الدوري السعودي مع فريق العدالة. على فكرة ثم 17 لاعب في كاس افريقيا جايين من الدوري السعودي. ممتازة من علي يا علي العابدي على اليمين والكرة من الفرجاني. مشات الكرة ليان فاليري، يتقدم يان فاليري، يتقدم يبعد، يربح تيران وميدان، حاول المرور، يتعدى بلولالي. الان ممكن يلعب لوحده 2. يطلب الكرة ممتاز الفرجاني، يدخل منطقة الجزاء. محاولة عن طريق المجبري وضاعت من حنا بعد. التونسي لما يضغط افضل ولما يلعب الكرة احسن، ولا فوارق بينة وعلى النسور تأكيدها على مسرح المباراة. هنا في الرباط النسور تتقدم. كرة طويلة من الحارس، حارس الأوغندي ماغولا. الفريق الأوغندي في كرة ملعوبة على الطرف، تمشي كرة، يطلب الوحدة 2، يسكر عليه العابدي بامتياز، لاعب نادي نيس الفرنسي. ترجع الكرة عن طريق اللاعب اوبيتا تحت الضغط، يرجع الحارس مرماه ماغولا. 28 دقيقة لعب في الشوط الأول. 1-0 تونس. أكبر الفرق الأوغندية نكيفو بوفيلا، حاليا فريق الكامبالا سيتي وعندهم فريق الفيبرز. الشعبية الأولى طبعا كرة القدم مثل سائر القارة السمراء الإفريقية، ولكن عندهم تقاليد في ألعاب القوى وفي الملاكمة أوغندا. الكرة ترجع للمنتخب الأوغندي، أكثر استحواذ في آخر 10 دقائق. الكرة في البوزيشن أكثر من أوغندا وهذا مفهوم، لأن المنتخب التونسي خير يرجع لوسط ملعبه، يعطيهم الكرة في محاولة لجلبهم واستثمار المساحات، ومن ثم ممكن انطلاق لتسجيل الهدف الثاني. 4 مرات 5 مرات خسروا ضد مصر
مرتين ضد تونس ومرة ضد الجزائر. هذا التاريخ الأوغندي في إفريقيا ضد المنتخبات العربية في إفريقيا الكان. ترجع الكرة عن طريق الحارس ماغولا، يلعب الكرة كايوندو طويلة من سيبيك حذاري وبالراس، يتصدى الدفاع التونسي بنوع من المتاعب، فرجاني بنوع من الهدوء، فاليري في استقبال الكرة ثم يلعب للعاشوري. فما المساحات، ضغط الكرة على الياس العاشوري، لاعب سحب امكانيات كبيرة جدا. هي التخمة اللي عندنا في الجهة اليسرى، والمشكل هو النقائص الموجودة في الجهة اليمين اللي تخلي مرة ثانية تقريبا العاشوري في الكان بعد كوت ديفوار مع جلال القادري أيضا لعب في اليمين. فما نقص في المركز هذا بوضوح. هنا يتصدى الدفاع حذاري تمشي معاه. ترجع الكرة أوغندية ملعوبة وسط الميدان عن طريق سيماكولا، المنتخب التونسي بهدوء. تلعب الكرة عن طريق ماستوري، يبدل الكرة العاشوري، الياس بين اثنين، فما لمسة يد أوغندية. لا الحكم قال لعب الجابوني. تمشي كرة ملعوبة لمنتخب أوغندا، ما يعديش، هو في خطأ ضد الفرجاني، خطأ في مكان سانح وفي مكان مناسب لأوغندا. حذاري من الكرة الثابتة ومن المحاولة القادمة لمنتخب أوغندا. نسبة الفوز مع سامي الترابلسي في العهدة الثانية في قيادته للنصور هي 66%، 10 من 15. كرة صعيبة على المنتخب التونسي، التنفيذ أوغندي عن طريق رقم 27 لاعب لورنزان، لاعب وسط الملعب، ممكن يضربها على الطول. لورنزان ما يلعبش على الراس، يحاول ممكن يباغت الحارس دحمان بكرة مباشرة. يا ستار يا مان على اختار، كرة ترجع من الدفاع، رجعت من الدفاع التونسي. شوف المجهود والروح متاع المجبري، يضغط حنبال ورا وسط الميدان، يتعدى المنتخب الأوغندي. ترجع كرة للفريق الوطني التونسي في محاولة الكونتر اتاك والتماس، التماس تونسي وسكور تونسي، ومحاولة ردة الفعل هي أوغندية. قلت كافتتاحية المباراة والبطولة الملعب مغربي والجمهور تونسي، الحكم جابوني والمنافس أوغندي، وفي الكورة يا عندك يا ما عندكش، ونحن ثقتنا أن النصور عندها ما تقول. خطأ يستفيد منه حازم الماستوري. 32 دقيقة لعب في أول دقائق تونس مع الكان، مشاركة رقم 22، 17 على التوالي الريكورد. خطأ يستفيد منه الماستوري، الأمتار تتهاطل. هناك مباريات تاريخية لعبوها النصور تحت المطر، أشهرها مباراة 12 جانفي في 97 أو 96 97، تونس مصر التاريخية في المنزع 97 بالضبط. الكرة للمنتخب التونسي من كرة ثابتة، جاء الهدف الأول بنفس القدم، يتقدم بنفس السلاح، يلعب المنتخب التونسي من كرة عن طريق حنبال، يمشي المجبري الراسية، وبذات الراسية كاد يكون الهدف الثاني. ممكن يتغير اسم الهداف ولكن الأسلوب ذاته. ترجع كرة بالراس، المنتخب التونسي بإمكانية بعيدة عن ماستوري، يضغط العاشوري، تخرج كرة بالوسط. المنتخب التونسي الجمهور يرجع يشجع ويساند، وهو لم يتوقف عن المساندة والتشجيع. التماس للفريق التونسي، يطلب خطأ القائد اوتشو صخيري. منتصر الطالبي يلعب في لوريون في الدوري الفرنسي، العابدي في نيس، العابدي طالبي، ديلان برون لعب من ايطاليا لسويسرا لفرنسا. ديلان سجل هدف في كاس العالم 2018 في بلجيكا. هنا كرة تعود للمنتخب الاوغندي سهلة، كرة ضايعة من العابدي، يستفيد منها الاوغندي الحارس ماغولا.
توراش ماغولا تمشي كرة أوغندية، حاول يضغط العاشوري، يضغط الفريق التونسي ولكن بخطأ يقول الحكم الجابوني باتريس ميديام. خطأ ضد يان فاليري، يحسب لسامي الطرابلسي أنه توفق في إيجاد الحل على الظهير الأيمن اللي كان أول شيء غير مستقر، من دراجر إلى كشريدة، لكن قال حل وهو اللي ثبت يان فاليري واعطاه فرصته كاملة، واعتقد أنه فاليري بثبات. ترجع كرة للمنتخب التونسي من التماس. 35 دقيقة لعب في المباراة هنا في أولمبي الرباط. 1-0 الصخيري الياس. ترجع كرة من التماس للمنتخب التونسي. لحد الآن في أول شوط من البطولة لم نرى إسهامات ثنائي الأجناب، الأجنحة الاثنين عاشوري وخاصة الياس سعد. لحد الآن فماش مساهمة والبلوس أو الإضافة الهجومية خاصة من سعد. المجري يجي في الكلوار، يمشي بالرواق، رجل الشوط الأول فماش كلام، هو حنبال المجري. حنبال يلعب مع أيمن دحمان، تمشي الكرة لدحمان، ثاني حارس من المدرسة العريقة للنادي الرياضي الصفاقسي، حارس النسور في الكان بعد عبد الواحد بن عبد الله في 82 في ليبيا. ترجع كرة الطالبي، حط الكرة لياس سعد، لاعب عنده بوتنسيال كبير برشا. لياس سعد في وقت الحديث عنه يظهر، كرة كانت ممتازة، يمشي العابدي ولكن الدفاع تقطع الكرة للتماس. يرجع المنتخب التونسي للضغط، مهم جدا لما لا انهاء الشوط الثاني بالقاضية. القاضية ممكن يا سعد، يمشي الياس الى الياس الى فاليري، يان فاليري يهرب ممتاز اللاعب الظهير الايمن، ممتاز اليوم فاليري وفي خطأ. حكم لا يقول العب، كان ممكن هناك فاول لتونس. ترجع الكرة خطيرة لمنتخب اوغندا، مراوغة تعدات من لاعب ماتو، كرة لمنتخب اوغندا ما يوسعش، الدفاع موجود مرة أولى مرة ثانية وهدوء. ديلان برون إلى التماس. هذا هو سامي الطرابلسي قائد المنتخب التونسي سنوات 97 98، لاعب النادي الصفاقسي وخريج المدرسة العريقة الرلوي سكك الحديد واستاد السكات التاريخي. حذاري من كرة وملعوبة من دفاع وطويلة من مدافع، والكرة ترجع وسط الميدان أوغندية. ترجع كرة للمنتخب الأوغندي إلى كايوندو، كرة في الوسط. 37 دقيقة لعب في المباراة. منتخب التونسي بالسيناريو المبكر للهدف ثم التحكم في المباراة، تسيير المباراة، تدبير الادفانتج والاسبقية في هذه الخطوة الأولى من السباق. هذه المرة دعنا نتكلم ماتش ماتش، مباراة مباراة، لا للأهداف والحديث عنها، لا كاس ولا فينال ولا مربع ذهبي ولا دور الثمانية ولا دور ثاني، ماتش ماتش. ولو أني طبعي يخونني على أن أتكلم في أهمية المركز الأول، أتكلم من أجل مسارات في الدور الثاني فقط. نرجع الماتش ماتش ماتش. ترجع الكرة لمنتخب أوغندا، ما قلت لكم شيء. السيبيك يرجع الكرة للحارس ماغولا. 38 دقيقة في المباراة، 1-0 تونس. الياس الصخيري جول يدور، كرة ترجع من الياس سعد، الحارس خارج من مناطقه، يمشي الياس، يدخل الياس سعد، حلوة الباس، ترجع كرة المجبري، حنبال يحط الكرة يروضها، فرجاني حنبال، ترجع كرة تدور مليح، الصخيري بهدوء يحل اللعبة على اليمين ويتقدم الفريق التونسي من يان فاليري. عاشوري. تونس تاريخيا سجلت 100 هدف في الكان
فما من يعتبر هذا الهدف هو رقم 100 وفما اللي يحطوا 101. بعد نفسر لكم. ترجع الكرة سعد يتقدم لياس سعد يا سعد حط الكرة حنبال المجبري يهرب المجبري التحضير ممتاز ممكن يحل اللعب يشوط الدفاع الفرصة ومش ممكن شوط يا حنبال. فرصة ضاعت على المنتخب التونسي. يان فاليري الفريق التونسي يضغط يلقى روحه يمشي الهجوم يلقى توازنه وتتأكد أفضليته على الأوغندي. احنا سجلنا تاريخيا 100 هدف في بطولات افريقيا. فما هدف هو هدف محمد علي عقيد الله يرحمه في 78 في الماتش الترتيبي ضد نيجيريا. ماتش لم يستكمل انسحب المنتخب التونسي وقت احتجاجا على هدف نيجيريا. مباراة ألغيت في حسابات الكاف وهنا لا تلغى الفرصة والثاني الهدف الثاني الياس الهدف الثاني العاشوري عاشوري والجول 2-0. بداية ولا أروع من منتخب تونس من نسور كرتاج النجمة والهلال هنا في أولمبي الرباط. الفرحة كبيرة البداية متميزة الثنائية موجودة الأمان ومسافة الاطمئنان يضمنها للنسور الهدف الثاني من كوبنهاجن FC الشامبيونز ليج لياس العاشوري. هذه عملية الهجوم هذه ضربة الراس هذا تحضير سعد هذا تقدم الياس واحدة الياس 2 العابدي موجود يمشي للتحضير يهرب بالظهير يحط الكرة مهارة كبيرة وفنيات عالية والعاشوري أول أهدافه في الكان. 2-0 للمنتخب التونسي. كرة لا تصد والكرة لا ترد. احسب 102 حطها في 101 انا نحسب 102 هدف تونسي في الكان هدف عقيد مس الشبكة زار الشبكة اذا يعتبر ولا دخل لنا في الغاء النتائج وقتها. 7 الياس العاشوري وتونس جابت رقم 7 تاريخي في حياتها الكروية من ايام طاهر الشايبي الى تميم الحزامي الله وتميم بن عبد الله الى ايام زبير بيا الى ايام الابداعات وفوزي الى ايام يوسف النمس المساكني ومنها مشعل الى مشعل ونقل صورة الى نقل صورة من خلال ايضا الياس العاشوري. مرت الاجيال وتواترت اجيال وتغيرت اسماء ولكن القميص ذاته الابداع ذاته الحرص وحده المنتخب التونسي وحلم التتويج. ترجع كرة اوغندية رد بالك يرجع الان اخرج يا دحمان يغادر صمام الامان ايمن دحمان. احلى بداية في الكان زيدوهم واثنين شوية عليهم والثالث ينطلق والنسور مولعة والسعد يحطها يا سعد يا الياس هذه كراتك الحقيقة كنت متأكد انه باش يحطها جول بعد المراوغة. الياس كرة عالية. المنتخب التونسي الآن بثنائية في نهاية الشوط الأول يلزم نفكر في سكور وانا قلت لكم اذا المنتخب التونسي يسجل هدف مبكر فما مشروعية سكور هو النتيجة الكبيرة. 2-0 تونس تتقدم تسيطر تتسلطن تمتاز وتتميز. شوط ممتاز من المنتخب الوطني التونسي. برافو الاولاد الروح موجودة الرغبة موجودة برشا جرينتا برشا انضباط وبرشا مهارة أيضا في هذا الفريق اللي لعب ضد البرازيل. ترجع كرة توراش وسط الميدان ترجع كرة للمنتخب التونسي يمشي لياس سعد هربة ممتازة والفرجاني حل على اليمين برافو الياس سخيري وصلها لفاليري يتقدم يان والامتياز هربت الكرة من المتميز جدا حنبال المجبري. هكذا هو الشعب والجمهور التونسي يريد روح يريد قتالية في أرضية الميدان يريد لا جرينتا يريد أن تقاتل على كل كرة نتيجة تجي ما تجيش مش مشكل المهم أنك تعطي
تعطي الانتباه وتوصل الاحساس لجمهور الكرة اللي يستناكم انكم جاهزين. تونس 2 اوغندا 0 والكرة اوغندية. 44 دقيقة لعب في الشوط الأول. ديلان برون دفاع وقف مليح، الوسط مسيطر كاربيوري مليح، والهجوم اليوم عنده مثالية ونجاعة. حذاري من الكرة الأخيرة الأوغندية، اوت ضربة مرمى الدحمان. المدرب البلجيكي بول بوت حاول يلقى حلول. منتخب الأوغندي ليس مرجعية، 4 انتصارات فقط في تاريخه في الكان، 8 مشاركة اوكي، ولكن ايضا راهو الانتصارات ما هي سهلة، ما هي سهلة. يعني لا نضخم انتصار تونس وانتصارنا، ولكن ايضا ما نقزمش الفوز ولو كان الخصم اسمه اوغندا. في الاخير انت باش توصل للدور الثاني لازم تتعدى اوغندا وتنزانيا، ومباراة السبت هي ضد النسور، نسور ضد نسور، نسور مع النسور، بذكريات اخر لقاء ومواجهه وهدف المساكني في مرمى السوبر جرينيجالز. 45 دقيقة لعب في الشوط الأول. كم سيضيف الحكم باتريس من الجابون؟ طويلة من ماغولا. منتخب التونسي في هذا الشوط الأول يحاول يدافع في آخر كرة خطيرة، محاولة تسديدة والراسية والكرة إلى ركنية. ممتاز من ديلان برون. ملا روح دقيقتين زادهم حكم نيبيان. المنتخب التونسي متنوع هجوميا اليوم، نجح بالكرة الثابتة ونجح بالهجمة المركزة في الهدف الثاني متاع علي إلى الياس. اسيست آخر من العابدي، لاعب ظهير يسار ولكن هو حقيقة هو جناح، وهو من أحسن اللاعبين في تونس في ال5 سنين الأخيرة. انتباه للكرة الأخيرة، ردوا بالك من الآخر كرة في الشوط الأول. 2-0 لازم تكمل إن شاء الله. كايوندو يلعب كرة، كايوندو رد بالك يضرب الراس، ترجع من الدفاع ممتاز. الياس ساعدوا المرتدة والكونتر اتاك، الياس يخرج كرة، حازم هو عاشوري، عاشوري في رواقه، سايب كرة الياس وفي خطر العاشوري. مر الوقت، تعدى الوقت البدل الضايع منه. المنتخب التونسي يعمل المهم في هذا الشوط الاول، هدف مبكر وهدف الاختتام، بين الافتتاح في التهديف وبين الختام في التسجيل الثاني. المنتخب التونسي في سيناريو ولا اروع عن الشوط الاول. هل ممكن الثالث؟ ممكن. شوف مساهمات العابدي، يدخل الياس لعلي، علي العابدي، العرضيه والركنيه، الركنيه للنسور بعد تدخل لاعب تورهاش. اذا كره للمنتخب التونسي رسميا، سكور في كلين شيت للمنتخب التونسي باعتبار الوقت لن يصعب اوغندا في هجوم قادم. بعد الركنيه باش يزفر باتريس. هل تكون 2 أو 3؟ نتمناها زياره ثالثه لمرمى ماغولا. يمشي الكرة، حنبال المجبري يلعب الواحدة 2، ممتاز المراوغة، إمكانية من العاشوري والركنية التوالية. الركنية من الياس العاشوري. في لحظات شفنا الياس في مكانه في جناحه على الساق ويدخل مباشرة ديريكت يا حنبال. الوقت انتهى، الشوط ممتاز، النتيجة 2 والثالث قد يكون في الطريق. يمشي المجبري، ضربة راس، خطأ في الدفاع، والكرة للمنتخب الأوغندي والتصدي من المستوري، والحكم يزفر نهاية الشوط الأول الممتاز. برشا واقعية، برشا